السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بيك. في الفيديو ده هنعرف إزاي تستغل السوشيال ميديا بدون ما تعمل متابعين كتير، بدون ما تحصل وتحقق ملايين المتابعين أو آلاف المتابعين على منصات السوشيال ميديا واليوتيوب وإنستجرام وتيك توك وغيره، علشان تعرف تبيع منتجات الرقمية أو كورساتك أو حتى خدماتك. إزاي تقدر تعمل كده بأقل عدد من المتابعين وبدون وجع دماغ الإعلانات ومصاريف التسويق الباهظة الغالية جدا اللي كل يوم في ازدياد، وإزاي أنت تنجو منها وإزاي تزود البيزنس بتاعك بشكل كبير. مبدئيًا خلّيني أقول لك إن أنت قيمة العميل هي اللي بتفرق معاك في متابعتك على السوشيال ميديا. يعني say مثلًا لو أنت عندك 1000 عميل قيمتهم $1000، فده معناه إن أنت ممكن تحقق $1,000,000 منهم، وده ما يشترطش إن هو مثلًا في سنة أو 2، يعني ممكن يكون يزيد، ولكن لو أنت عندك 1000 عميل، قيمة العميل الواحد بس قيمة عالية جدًا بتوصل ل$1000 وأكتر كمان. يعني ممكن العميل الواحد يدفع لك لحد 3000 و4000 دولار. أنا باقول لك بس $1000، أو خلّينا نقول $1000 بس، ف1000 عميل فقط بس، ما قُلتلكش 5000 عميل أو كده. حتى لو قلنا 5000 أو 10,000 عميل، ده رقم قليل وقليل جدًا في عالم السوشيال ميديا واليوتيوب، ولكن إحنا خلّينا نقول 1000 بس. ف$1000 فأنت كده ممكن تحقق، أو أنت ممكن تقدر تحقق $1,000,000 حتى لو سنويًا، أو حتى على مدار سنتين say مثلًا، أو على مدار سنتين. ده تقدر تحققه على قناة زي اليوتيوب أو على حساب إنستجرام شخص ليك أنت، أو حتى على حساب على تيك توك تقدر تعملهم بكل سهولة. وهل في ناس حققت كده؟ آه طبعًا في ناس حققت كده وأكتر كمان. دلوقتي ممكن أدّي لك أمثلة عملية، ولكن خلّيني أقول لك إن الكلام ده موجود يغنيك عن مصاريف التسويق الغالية جدًا اللي كل يوم بتزيد، وهيوقّف الbusiness بتاعك على أرض صلبة، وهتقدر تبيع منتجاتك وخدماتك لعدد كبير جدًا من عملائك. ولكن السر في الكلام ده كله بيكمن في حاجتين 2: أولًا لازم تحدد عميل مثالي واحد بس، ده لو أنت هتشتغل على السوشيال ميديا مش على اليوتيوب. اليوتيوب ده يعني ممكن يكون ليه أو اليوتيوب برضه يعني بيندرج معاهم برضه إن أنت لازم تحدد عميل مثالي واحد بس علشان تبيع له الخدمة بتاعتك أو السوفت وير أو الaffiliate أو أيًا كان هو إيه. تحدد عميل مثالي واحد بس، يعني مش هتبيع لكل الناس. ومن هنا الخطأ اللي بينجرف له كل الناس. يعني أنا عايز 1,000,000 متابع علشان أقدر أبيع. في ال1,000,000 متابع دول ما فيش إلا 2000، 3 بس هم المهتمين باللي هو بيقوله أو اللي هو بيقدمه. ولكن لمّا يكون أنت عندك 1000، ال1000 دول فعلًا مهتمين وفعلًا عايزين الخدمة بتاعتك، فأنت هتقدر تحقق منهم أكبر مبلغ كبير. هنا ال1000 بيبقى أحسن من 1,000,000 متابع، لأن اللي عنده 1,000,000 متابع ده وبينزل ينزّل في فيديوهات كده وخلاص، أو ينزّل في reels كده وخلاص، ال1,000,000 متابع دول كده يعني عفوًا في الفاضي كده. إن حتى لو هيعرض عليهم شيء يبيعوا، فكده ما حدش هيشتري منه بنسبة كبيرة. هو ممكن يحقق مبيعات، ولكن مش هيحقق المبيعات اللي هو عايزها، فالbusiness بتاعه هيكون ضعيف. ولكن لمّا يكون أنت عندك ال1000 دول مهتمين، وأنت فعلًا خلّيت الخوارزميات تخدمك إن هم تجيبهم لك فعليًا اللي أنت عايزهم، والoffer بتاعك أو الsoftware أو الcourse بتاعك فعلًا موجه ليهم، فبالتالي هيكون قيمتهم كبيرة، وبالتالي أنت هتحقق مبيعات تفوق خيالك. إزاي تقدر تعمل الكلام ده؟ وفي أمثلة على الكلام ده في السوق الأجنبي، في طبعًا في أمثلة في السوق الأجنبي والسوق العربي، ولكن النهارده أنا جايب لك مثالين 2 بس في قنوات يوتيوب في السوق الأجنبي تورّيك فعلًا إزاي أنت، يعني الكلام ده موجود على أرض الواقع. أول قناة معانا هنا جو هاي ليفل مصري، القناة ديّة عندهم بس 800 متابع و60 فيديو، ويا دوب بادئين من 3 شهور، يعني كحد أقصى من 3 شهور. وكل المشاهدات عندهم قليلة جدًا، يعني 300 مشاهدة، 250 مشاهدة، 1500، 212 مشاهدة. لو بصيت على الفيديوهات الجديدة بتاعتهم 19 مشاهدة، مشاهدتين 46، 90، 127، 130 مشاهدة، 190 مشاهدة، 124، وهكذا. كل الفيديوهات مشاهدتها قليلة جدًا. وده ليه؟ لأن الفرق ما بين القنوات البحثية المعتمدة على البحث هي اللي بتجيب لك العميل اللي أنت عايزه، بتجيب لك العميل اللي بيدوّر عليك وفعلًا عايز يشتري، مش العميل اللي بيتعرض له فيديوهات مقترحة بيروح يتفرج عليها. ده عميل كويس، ولكن ده عميل للمشاهدات، للقنوات اللي معتمدة على المشاهدات، علشان يكسب القناة من المشاهدة. ولكن أنت هنا في حالتنا إحنا دي، إحنا عايزين نكسب من بيع المنتجات الرقمية بتاعتنا، سواء الكورس أو الخدمة أو الsoftware بتاعك. فبالتالي أنت بيكون ال1000 مشاهدة عندك بتحقق لك من 50 ل100 مبيعة. القنوات المعتمدة على المشاهدات، ال1000 مشاهدة بتحقق لك مبيعتين أو 3 مبيعات كحد أقصى. لكن هنا في القنوات دي أنت ال1000 مشاهدة بتحقق لك من 50 ل100 مبيعة. فلو أنت عندك قناة بتحقق لك 5000 مشاهدة، وال1000 مشاهدة بتجيب لك 50 مبيعة، فكده عندك 250 مبيعة. لو هتضرب ال250 مبيعة في $50، فأنت كده عندك بتتكلم في 12.5 ألف دولار شهريًا بمنتهى السهولة، بمجهود بسيط أنت بتعمله على قناتك أو فريق العمل بتاعك بيعمله. أنت ممكن تعمله شخصيًا، أو أي حد عندك في الteam ممكن يعمله. هل الكلام ده واقعي؟ طبعًا واقعي. مثال تاني على قناة تانية برضه نفس الكلام لنفس صاحب القناة الأولانية.
لإن شاف النموذج الأولاني هو ده النموذج الأولاني، هو ده اللي بدأ بيه، القناة هنا بدأ من حوالي سنتين أو أكتر كمان، وبالتالي بعدين راح واخد affiliate من منصة جو هاي level وبدأ القناة، عمل قناة بحثية برضه، والناس اللي شغّالة دي في القنوات دي ناس موظفين عنده بيدّي لهم رواتب شهرية وبينزّلوا الفيديوهات دي، طبعًا هو كل واحد شغّال من البيت، يعني عن بُعد، ولكن كل واحد بيعمل فيديو وبينزّله على القناة، هو عامل لهم access على دخول على القنوات ديّة، ونفس الteam هنا هو نفس الteam هنا لو هتلاحظ معايا يعني. راح نلاحظ مع بعض نفس الteam هنا هو نفس هنا، ولو دخلت أنت على القنوات دي هتلاقي نفس الأشخاص، معظمهم يعني مش كلّهم، نفس الأشخاص هنا ونفس الأشخاص هنا، وده دليل على إن الowner أو صاحب القناة دي هو صاحب القناة ديّة، وده دليل على إن القناة دي كان في حد بيقول عليها إن هي بتطلّع أكتر من $50,000 شهريًا. هل الأرقام دي بتحصل؟ أيوه بتحصل، من قناة فيها 5000 مشترك بس أو قناة فيها 200 مشترك بس، ممكن تطلّع لك أرقام أنت تفوق توقعاتك فعليًا. القناة دي بتروج للaffiliate لاستضافات الaffiliate. زي الBluehost وزي Hostinger وزي أي نوع affiliate بيقدّم affiliate استضافات لعملائه، ومش مستهدف هو عميل هنا بيروج للأداء أو للsoftware اللي هو بيروج له، فهنا مش بالضرورة إن هو يحدد عميل مثالي، تحدد عميل مثالي لو أنت عندك خدمة أو كورس، ساعتها يعني إجباري إن أنت تحدد عميل مثالي. فالقنوات ديّة بتحقق أرباح وأرباح جيدة جدًا، وبالتالي بمجهود قليل وبدون مصاريف تسويقية إعلانية باهظة. برضه نفس الكلام هنا على القناة ديّة، هو هنا عامل لك فيديوهات، الأشخاص بينزّلوا مميزات وخصائص الsoftware اللي بيشتغل عليه اللي هو جو high level، وأنا جو high level ده اتكلمت عليه في أكتر من فيديو قبل كده، وأتمنى أنت تشوف الفيديوهات في القناة تبعنا، وأتمنى أنت تشترك في القناة علشان يوصلك كل جديد. المجموعة دي أو القناة ديّة بتروج لأداة اسمها جو high level، جو high level دي منصة all in one، أداة تكاملية فيها automation وفيها sales funnel وفيها بناء مواقع وفيها خدمة البريد، التسويق عبر البريد، وفيها خدمة الautomation واتساب وأكتر من كده بكتير يعني على سبيل الذكر وليس الحصر. فأداة تكاملية يعني صاعدة، الأداة قرّبت تغطي على ClickFunnels، أداة ClickFunnels أعتقد كلنا عارفينها إن هي برضه أداة شاملة تكاملية، ولكن جو high level سابقتها ليه؟ سابقتها عشان أسعارها كويسة وعملت استراتيجية تسويقية يعني رائعة. فده اللي أنا عايز أقوله، وده اللي أنا عايز أقوله لك أنت لو أنت عندك كورس أو خدمة تقدر تعمل كده، وتقدر تعمل كده بمنتهى السهولة وتبدأ فيه، وأنا إن شاء الله هابدأ أعمل كده بإذن الله. أنا حبيت أقول لك بس وأدّي لك فكرة مبسّطة عن الفرصة الكبيرة اللي قدّامك، لو أنت ممكن تكون فكرة في دماغك جاية لك أنت مش مخلّياك تبدأ، فهنا فرص كبيرة يعني لو أنت استغلّيت إن أنت تعمل حاجة زي كده إن شاء الله هتحقق أرباح وأرباح كبيرة جدًا، وزي ما قُلت لك ما تنساش المثال ده، لو 1000 عميل بس وجوا لك 1000 عميل بس، ومش شرط إن أنت تحقق يعني تبيع الخدمة ب$1000 يعني ممكن 200 أو 500 أو هكذا، مش شرط تحقق أنت المبلغ ده، أنت ممكن تخلّيها بس 100,000 يعني، لو إحنا قُلنا هنا مثلًا يعني 100 مثلًا أو أقل، هتلاقي الرقم ده ينزل وسهل جدًا إن أنت تحققه في زمن السوشيال ميديا اللي إحنا فيه ده. فأتمنى الفيديو كان مفيد ليك، ده فيديو بس أنا عملته على السريع علشان معلومة كان عندي عايز أشاركها معاكم. أتمنى الفيديو كان مفيد ليك وشكرًا على المشاهدة، ما تنساش تعمل متابعة علشان غيرك يستفيد برضه من المعلومات، وتعمل subscribe في القناة، وإن شاء الله نشوفك فيديوهات جاية. السلام عليكم.